صينية الرقاق من الأطباق المميزة على سفرة رمضان. هنعملها بطريقة بسيطة من غير ما نبلها ورقة ورقة في الشوربة ولا أي حاجة من الكلام ده كله. تطلع مقرمشة من بره وطرية من جوه وطعمها تحفة. هنجيب نص كيلو من الرقاق الطري وهنجيب صينية مناسبة لمقاس الورق ندهنها بالسمنة كويس جدا، ومعايا معلقتين أو 3 كبار من السمنة. كل ورقة نحطها ندهنها كويس بالسمنة لحد ما نخلص أول 4 ورقات. نحط الحشوة ونكمل ال4 ورقات التانيين بنفس الطريقة. كل ورقة نحطها نفردها كويس وندهنها بالسمنة، ونحاول بقى نخلي اخر ورقه تبقى اكبر ورقه فيهم عشان نحطها على الوش ونغطي بيها ورق الرقاق كله ونقطعه بقى بالشكل اللي بنحبه. هنسيب الصينيه على جنب ثواني ونجهز الخليط اللي هنسقيها بيه. هنحتاج كوبايه الا ربع من الشوربه السخنه ونص كوبايه من الحليب، وهنضيف عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر. نقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كويس ونسقي بيه صينيه الرقاق كلها. واخر خطوه هنجيب معلقه كبيره من القشطه وندهن بيها الوش كله وندخلها فرن على درجه حراره متوسطه. نطلعها نقطعها ونقدمها وهي سخنه، وبألف هنا على قلوبكم مقدما.